السلام عليكم حبايبتي، ازيكم يا حبيبتي؟ بصي يا بنتي حبيبتي، استني بس قبل ما تمنعي العيش واللبن والمكرونه وتدمري صحتك. اسمعي من تيتا، كلمتين هيخلصوا ضميري قدام ربنا. الفيديو ده انا عاملاه بجد يا حبايبي، مش عشان اهاجم حد ولا ادافع عن حد، انا جايه بس ادافع عنك انت. اتفقنا؟ انا مش جايه اقول اي حاجه وحشه عن حد، انا جايه ايه؟ عشانكم انصحكم كده لوجه الله. طيب بصي يا بنتي بقى، اليومين دول طالع ترند جامد قوي، اسمه ايه؟ نظام الطيبات. ايوه، ناس كتير بتقول ان الدكتور ضياء العوضي بيقول ايه؟ امنعي القمح، امنعي الالبان كلها، امنعي البقوليات وهتخسي وهتبقي زي الفل. هو بيقول كده ماشي، والبنات يعني غلابه من كتر ما تعبت من الدايت بتمسك في اي اشياء. وكمان اي مريض هو بيتك على وجع اي الناس، والناس كلها تعبانه يا عيني. طيب المشكله بقى فين هنا؟ المشكله بقى ان احنا بناخد الروشته واحده وبنفصلها بقى على مقاس مليون واحد، مش حد واحد بس. المفروض بقى ان الروشته دي كل واحد حسب مرضه وحسب حالته وحسب طبيعته وحسب كل حاجه. لا، ما ناخدهاش ايه قاعده كده تنفع كل الناس. يا حبيبتي، انا تيتا صبوره مش دكتوره. وبس انا ام وعجوزه وشفت كتير كتير قوي يا ولاد، وهقول لكم عن تجاربي، وان انا عملت كده عشان اقول لكم على كل حاجه وافضفض معاكم وعشان انتوا حبايبي. ففي 3 حاجات تقلقي منهم في اي نظام يقول لك اقطاعي. اول 3 حاجات هم خطر، 3 حاجات خطر يعني. الخطر الاول التعميم. مفيش 2 زي بعض يا ولاد، نعمم كده الدواء على الكل. لا، مفيش 2 زي بعض. اللي يتعب القولون عندك ما يتعبوش عند غيرك. في حد بيتعب من حاجات معينة في قولونه، والقولون التاني بيتعب من حاجات تانية خالص. طيب، وربنا خلقنا مختلفين. فكرة اننا بقى نمنع نفس الاكل ده مش علم، دي موضة. وكل واحد عارف نفسه وعارف طبيعته. وبعدين دي بديهيات يعني من زمان. طب ما احنا عارفين انه الدقيق الابيض ده سم، والدكاتره ياما غلبوا قالوا ده خطر كتير قوي، وقالوا السكر الابيض ده سم. يعني في حاجات كده بديهيه وطبيعيه من زمان والعلم اثبتها يعني. فالخطر التاني يا ولاد نقص الفيتامينات. لما تمنعي بقى القمح واللبن والبقوليات دي مرة واحدة كده، هتمنعي مصادر مهمة جدا لجسمك، سواء كالسيوم ولا حديد ولا فيتامين ب. طب بعد شهرين 3 هتلاقي شعرك بيقع، ضوافرك بتتكسر، عظمك بيوجعك. ساعتها بقى ترجعي تتعالجي بقد اللي خسيتيه 10 مرات. وفي ناس تقدر سبحان الله هي محتاجة تمنع الحاجات دي فجسمها بيخف. فمش قاعدة، مش قاعدة يا ولاد. في ناس قالوا احنا خفين، بس عشان خاطر هم كان جسمهم محتاج كده، فلما منعوا الحاجات دي كانت دي طبيعتهم، والحمد لله الشفاء على ايد ربنا، وحظهم حلو الصراحة. الخطر الثالث يا حبايب تيتا، الخطر بقى الثالث، مين المسؤول؟ لما تمشي بقى على نظام من النت كده وتتبعي ده وتتبعي ده، هتروحي لمين؟ مين كشف عليكي بقى؟ مين عمل لك تحاليل؟ مين متابع حالتك؟ النت ده مش عيادة يا عين تيتا، يا روح تيتا، والله مش عيادة. فانتي دلوقتي يعني جسمك وجسمكم كلكم وصحتكم دي مش ببلاش عشان نقعد نجرب في نفسنا. التجارب دي تمنها غالي قوي الا صحتنا. لما بنروح للدكتور وبيبقى دكتور حلو، يطلب تحاليل ويطلب حاجات كتير عشان خاطر يبقى يدي العلاج صح. صح ولا لا؟ واحنا لما بنروح لاي دكتور لازم يطلب الحاجات دي، ما بنطمنش غير بالتحاليل وبالروشتة والحاجات دي. طيب يا حبيبي تيتا بقى نعمل ايه؟ عايزين نخس برضو، ما احنا زهقنا بقى، زهقنا. ما احنا عايزين نخس وعايزين نخف وعايزين حاجات كتير قوي. طيب هقولك بقى روشتة ما فيهاش اي تعارض مع دكتور ولا تزعل حد. اول حاجة ان انت تروحي لدكتور تغذية كده، او اي دكتور بقى ايا كان بقى اللي عندك ولا عندك. تروحوا بقى للدكتور يكشف ويعمل تحاليله ويعرف انت فيك ايه بالظبط، وجسمك محتاج ايه، ويكتب لك بقى ايه الروشتة. ودي شيء بديهي، مش محتاجة لتيتا تقولها لك، مش محتاجة لتيتا تقولها لك يا حبيبتي. بس اوعي بقى ان انت تاخدي من هنا ومن هنا ومن هنا تجربي على نفسك الا صحتك. طيب، قاعدة البدايل مش المنع. يعني ايه؟ انت دلوقتي بتتعبي من العيش الابيض، طب جربي بقى عيش الشوفان اللي ايه و... وجربي بقى ايه لبن بقى خالي من ايه اللاكتوز. وكل واحد حسب، في ناس مش بتتعب من اللبن ولا اي حاجه وبتبقى صحتها ما شاء الله، ليه يمنع بقى اللبن؟
فمش يعني ما نسلمش كده وخلاص. طيب، جسمك بقى ده ايه؟ لو أكلة بقى يا حبيبة تيتا ريحتك، انت طبيبة نفسك. انت كل واحد اللي يعرف نفسه، اللي بيتعبه واللي مش بيتعبه، انت طبيب نفسك. بنروح لدكتور وبنستعينه بكل حاجة، بس احنا اطباء نفسنا، احنا اللي نفهم نفسنا ونركز مع نفسنا. كده، ايه اللي يتعبنا، ايه اللي يريحنا؟ اللي ما نتعشاش حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي بتنفعنا، وكل واحد فاهم نفسه وعارف نفسه يعني. ده حتى لو رحت للدكتور وكتب لك على حاجات ساعات مش بترتاحي عليه، وتقولي انا ما ارتحتش، انا ما عملتش، بتغيري وبتروحي لغيره. يعني الجسم ده سبحان الله، هو اللي بيحس، وانت اللي ادرى بنفسك، وانت اللي ادرى بنفسك. واحنا اصلا كل حاجه حوالينا ضاره ووحشه، يعني هي دي مسلمات، ما احنا عارفين كل اللي حوالينا بقى فيه بلاوي قد كده، وجابوا لنا المرض الله يهديهم. لكن لما نحافظ على نفسنا وكده. طب انا اقول لكم حكايه. الكوليسترول كان عندي عالي قوي، ومهما اخد دواء الكوليسترول برضو احلل الاقي الكوليسترول عالي. طيب، اكتشفت بقى مشروب. قولوا لي لو عايزين تعرفوا المشروب ده اللي بينزل الكوليسترول، اكتبوا لي في التعليقات وانا اعمل لكم فيديو عليه مخصوص. وبالصدفة والله يا ولاد، ولا دكتور قال لي ولا اي حاجة، بس انا فهمت نفسي وبالصدفة سبحان الله يعني. والشافي ربنا في الاول وفي الاخر يعني. طيب، يا بنات، انا ما اعرفش الدكتور ده ضياء والله شخصيا، ولا بقول انه وحش، بس انا بتكلم عن الفكرة نفسها يعني، عن فكرة التعب والمرض يعني. انه هو مش كده على النت ننصح كل الناس يعني. ومعلش برضو يعني، لما بنروح لدكتور الدايت تخين مش بنصدقه، مش بنروح له تاني يعني. وخايف على صحة الناس، كان أولى يخاف على صحته ويبطل سجاير، ربنا يرحمه رحمة واسعة. مش عايزين نتكلم. المقصود ايه بقى يا حبايبتي؟ ده انه صحتك دي امانة. يعني ما اقعدش اجرب فيها كده اي حاجة، ولو ارتحت طب ما انا لازم امنع حاجات معينة، يعني مش موضوع دكتور ولا انا تعبان. اي دكتور بتروح يعمل تحاليل والحاجات دي، وهيديك الروشتة والدواء، بس لازم يقولك لازم جنب الدواء تبطل كذا وكذا وكذا، وتنظم اكلك شوية. ما هو معروف ان الاكل هو اللي ملخبطنا كلنا. واول لما ننتظم في ان احنا ما نتعشاش، ما ناكلش كتير، ننتظم في كل شيء، الاعتدال سبحان الله والله كل حاجة بتتنظم. بدليل انه رمضان لما بنصوم نه- معدتنا كده بترتاح، اول لما بنيجي العيد معدتنا تتعب. المقصود بقى يا حبايب تيتا، انا والله قلبي عليكم. آه طيب، لو كلامي بقى ايه طمنكم بقى كده، وحبيتوه دوسوا الاشتراك وانضموا لعيلة تيتا صبور. طيب، عشان الفيديو الجاي بقى ان شاء الله هحكي لكم بقى حكاية حلوة قوي. فاشتركوا وفعلوا الجرس عشان احكي لكم الحكاية دي، وحكاية حقيقية حصلت فعلا. ان شاء الله استنوني بكرة الساعة 8. مع السلامة يا حبايبتي، يا رب تكونوا دايما كويسين وبعافية.